رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ. النهارده هنعمل كيكه، تحليه حلوه وسهله وبسيطه. ويلا نشوف معانا ايه المكونات بتاعتنا. كيكه مش ماليه عنيكم. ايوه كيكه. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. ولو ان واضح كده ان مفيش دقيق في الوصفه. ازاي انت قلت كيكه؟ كيكه فيها بيض ولبن وسمنه، يبقى كيكه. يلا نشوف معانا ايه. نسمي بسم الله، ولايك وشير وسبسكرايب لقناه يوميات حنان في المطبخ. معايا بيضتين، كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه. تمام. اي نوع سمنه عندك، انا بفضل السمنه دي جدا حلوه، ده بعد السمنه البلدي طبعا. لايك وشير يلا كده بسرعه على السريع، وندخل على الوصفه بتاعتنا. نسمي بسم الله. ومعانا السمنه والبيض واللبن وصينيه. فين الدقيق؟ انت قلتي هنعمل كيك. هنعمل كيك بس من غير دقيق عادي يا جماعه، بتحصل. ازاي؟ هنقول لكم ازاي. اول حاجه هندهن الصينيه بتاعتنا بالماده الدهنيه، وايا كان ماده دهنيه عندك، اي نوع سمنه تفضليه. تمام. نركنها على جنب. نجيب بقى معانا بديل الدقيق، بما انها كيك، بس النهارده هنعملها كيكه كذابه شويه، سامحنا يا رب. هنعمل كيكه الجلاش. كيكه الجلاش من اروع الحلويات، بما اننا في شهر كريم وبيبقى لازم نعمل حلويات كده على طول، كل يوم حاجه خفيفه وظريفه كده وتكون طعمها حلو. هنسمي بسم الله، وهنجيب لفه الجلاش بتاعتنا، وهنمسك راق كل ورقه، هنكشكشها كده ونحطها في الصينيه بعد ما دهنا الصينيه بتاعتنا. تمام. سهله جدا وبسيطه، من غير بقى لا دقيق ولا بتاع، وهي في الاخر كيكه جامده جدا وحلوه قوي. تحليه من اروع الحلويات اللي انت ممكن تعمليها بسهوله في البيت. مفيش طبعا اسهل من كده خالص. هتجيبي لفه الجلاش وتعمليها على قد الصينيه كلها، ايا كان بقى الصينيه اللي عندك، صينيه مدوره، صينيه على شكل قلب، صينيه مستطيله، براحتك خالص. دي كانت الصينيه المتوفره عندي، لاني بصور الفيديو ده في المزرعه، وسامحوني بقى ما عنديش هنا رينج لايت، وكمان كنت بصور لنفسي. تمام. خلصت بقى الصينيه بتاعتي كلها كده بالشكل ده، ونكون مسخنين الفرنه بتاعتنا. وقبل ما ندخل الصينيه دي الفرنه هنعمل حاجه بسيطه. الجلاش ده طبعا احنا ما حطينالهوش اي ماده دهنيه، غير بس دهنا الصاج بتاعنا او الصينيه. تمام. بعد ما خلصناها كلها بالشكل ده، هنجيب نص كوبايه السمنه اللي قلنا لكم عليها، واحتمال كمان ان انت الصينيه بتاعتك ما تاخدهاش كلها. هنسقسق بيها ورق الجلاش اللي احنا كشكشناه بالشكل ده، ورصيناه في الصينيه بتاعتنا، بحيث كل ورقه تكون اخدت قد معلقه سمنه. تمام. وهنكون طبعا مسخنين الفرنه بتاعتنا على درجه حراره 180، تكوني مشغلاها سخنه شويه. واول ما تدخلي صينيه الجلاش بتاعتك تطفي النار من فوق، تخليها نار هاديه جدا شغاله من تحت بس، الشوايه لا، لانها تتحرق منك، لان انا كانت هتتحرق مني. هنا بقى جبت، بما ان كيكه يبقى فيها لبن وبيض، جبت كوبايه اللبن وعليها بيضتين كسرتهم. حابه تضيفي فانيليا براحتك، مش حابه عادي. احنا الكيكه دي هنعمل لها سيرم، والسيرم انا ضايفه فيه فانيليا، فما حبيتش ان انا اضيف هنا كمان. تمام. هقلبهم كويس جدا، وقلبيهم كويس جدا علشان البيض ما يكونش كتل معاكي ويظهر في الصينيه بعد ما تدخل الفرن. طبعا في الوقت ده الصينيه بتاعتي كانت في الفرن، وفي الوقت ده طبعا انت نسيت تعملي لي لايك، فاتمنى ان انت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفيني. هنا زي ما قلت لكم لازم تهدوا الشوايه، لان انا كانت هتحمر جامد مني، بس كانت حلوه الحمد لله ما اتحرقتش يعني. وبقى سقسقتها باللبن اللي انا ضفت عليه البيض، وهنرجع بقى ندخلها الفرن تاني، بس هنكون طافين بقى الفرن من فوق خالص. لو انت لقيتيها لسه ما احمرتش معاكي وبقت لونها ذهبي، افتحي الشوايه وتابعيها علشان ما تتحرقش منك. هندخلها بقى لحد ما اللبن والبيض يتشرب معاكي. وده السيرب اللي انا جهزته، كوبايه ميه على كوبايه سكر وعليها عصره ليمونه وباكت فانيليا. تمام. اي نوع فانيليا عندك هتشربيها هي وسخنه ولسه خارجه من الفرن. طبعا لو مش حابه تضيف عليها السيرب عشان ما تكونش تقيله، تقدري ان انت ترش عليها سكر بودر من فوق.
احلى من كده مش هتلاقي. حاجة سهلة وبسيطة. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، الكيكة الكذابة او تقدري تقولي كده كيكة الجلاش. سهلة جدا وبسيطة. اتمنى تحطيلي لايك وشير علشان القناة كده تعلى. هنطلع بقى حتة في طبق كده صغنون، وعايزة اقول لكم ان انا ولا جبت الشوكة ولا اي حاجة، هي زي المقصوصة اللي انا ماسكاها كنت تابعة فيها في الفرن. يلا سيبكم في رعاية الله.